السلام عليكم، أهلا وسهلا أخواتي، سعيدة بلقياكم مرة أخرى على قناتكم وصفات أم علياء. كنتمنى يلقاكم الفيديو ديال اليوم وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم أخواتي هذا المخامر أو ملوي بحجم كبير، ملوي خامر بحجم كبير بحجم عائلي، ما شاء الله كيجيو رائعين ساهلين دغيا كيوجدوا، مكياخذوش معنا وقت طويل نهائيا، وكيجيو مقرمشين ما شاء الله كيف ما كتسمعوا معايا التقرمشه، كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا لجميع المراحل والنصائح كذلك. كيف ما العاده كنبغي نطلب من الاخوات اللي كيشوفوا قناتي لاول مره، كنقول لكم ما تنساوش تقطعوا زر الاشتراك وتنضموا للقناه، وكذلك اخواتي ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم للتشجيع، وجزاكم الله خيرا. نخليكم مع الوصفه ومع الطريقه والمقادير بالتفصيل ان شاء الله. نبداو على بركه الله. خديت هنايا القصريه اللي غادي نعجن فيها، وضعت فيها زلافه ديال الفينو، انا هذه الزلافه اللي عبرت فيها يعني زلافه متوسطه، زلافه الفينو، وجوج لايف ديال الدقيق الفرص يعني الدقيق الخاص بالحلويات. يعني دائما الفينو كيكون نصف الكميه ديال الدقيق. خلطهم هكا مع بعضياتهم مزيان. وضعت هنايا تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الملح، كتبقى الملح حسب الذوق ديالكم. كذلك معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه المعجونه او الحبيبات اللي كمتوفر عندكم. وهناك اضافه يعني الا كان عندكم ديروه، ما كانش ممكن تستغناو عليه، يعني معلقه ديال العسل غير باش تعطينا هذيك واحد التحميره زوينه في اللون ديال المخمرات. ووضعت كذلك نصف كيس ديال خميره الحلويات، يعني كيس قسمته على جوج، النصف وضعته في العجين والنصف غادي نوضعه مع الفينو باش نورقوا به من وسط. صافي كنجمع العجين ديالي، كنعجن بالماء دافي بطبيعه الحال، ضروري يكون الماء سخون باش تفاعل معنا ديك الخميره، يعني ماشي سخون بزاف، الماء يكون متوسط لان الجو دابا برد. كنجمع العجين ديالي عادي، العجين ما تكونش قاصحه وما تكونش عاوتاني خفيفه اكثر من القياس، كتكون مرخوفه مطلوقه في اليد. ما كندلكها لا والو، جمعت العجينه وغطيتها بالبلاستيكه، صافي خليتها داز تقريبا واحد ربع ساعه، هي ديك كتفاعل ديك الخميره وكتطلق العلك ديالها لراسها. يعني ديتها هكا وجبتها واحد شويه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نرجع نغطي عليها واحد شويه، نخليها كذلك عاوتاني واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، كتكون صافي دلكت راسها براسها بلا ما نعذبوا راسنا معاها. واللي عندها العجانه غادي يكون افضل، يعني غادي تسهل عليها الخدمه. صافي هنا رجعت باش نشكلها كويرات، يعني كنساعدها بالمساعده ديال الزيت، كندهن اليد ديالي وكندهن العجينه باش ما تلصقش. وغادي نقسمها اول حاجه في النص، نقسم العجين في النص، عاد كل نصف غادي نقسمو على 3 ديال الكويرات، غادي نشكلهم هكايا كويرات ونقسمهم ونوضعهم جانبا، نخليهم كيرتاحوا. يعني العجين غادي يعطيني هنايا 6 ديال الكويرات، كل 3 غادي نخدموهم بوحديتهم كيف ما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله، كل 3 غادي يعطيونا مخمره واحده كبيره. ندهن لهم الوجه ديالهم بالزيت مزيان، هكا ندهنهم بالزيت، نرجع نغطيهم بالبلاستيكه باش نخليهم يرتاحوا واحد شويه باش نقدروا نطلقوهم بسهوله. بالنسبه للتوريق عندي هنايا واحد شويه ديال الفينو، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الفينو، ضفت لهم ديك نص خماره، نص كيس ديال خميره الحلويات، وعندي شويه ديال الزبده مذوبه نورقوا بها. انا عندي خليط ما بين الزبده الحيوانيه والزبده المارغرين، يعني نتوما اللي كمتوفر عندكم. وكذلك الزيت اللي غادي نطلقوا به، لان كنطلقوا بالزيت ماشي بالزبده باش ما تبقاش تقطع لنا العجينه. انا هنايا راه زربت عليها صراحه، ما عطيتهاش الوقت نهائيا ترتاح. الا كنتم عندكم الوقت خليوا العجينه ديالكم ترتاح، الكويرات يرتاحوا باش يطلقوا معكم بسهوله. انا راه على حساب التصوير يعني في البلاصه رجعت خدمتهم وطلقت على هذا الشكل هذا، يعني الشكل تقريبا مربع، وكنشكل بنفس الطريقه. يعني الفيديو راه واضح امامكم كيف ما كتشوفوا، يعني كنرش شويه ديال الزبده وكنرش شويه ديال الفينو وكنطوي هكا على جوج، وكنوضع ديك الشريط جانبا. كنرجع ناخذ الكويره الثانيه بالمساعده ديال الزيت بطبيعه الحال، مره على مره نهزو وندهنوا الزيت باش تمشي معنا العجين بسهوله. يعني خليو العجينه ديالكم ترتاح باش تعطيكم هكا الطع في الخدمه وما تعذبكمش وما تقطع لكم لا والو. يعني طلقوها قد ما قدرتوا، المهم سرحوها وطلقوها قد ما قدرتوا، يعني يبقاو غير من الجوانب كتطلقوا، وديك الوسط هو كيتمدد معنا. بالنسبه للاخوات المبتدئات يعني طلقوا غير الجوانب والوسط هو كيتمد معنا بلا ما تطلقوا الوسط. شكلت انا 3 ديال الاشرطه وخليتهم هكا جانبا. غنرجع دابا الاول شريط اللي خدمته هو الاول، كنسرحوه هكايا مزيان، كنضغط عليه غير واحد شويه ماشي بزاف باش نبقاو محافظين على ديك التوريق اللي الوسط. وكنرجع حتى هو ندير واحد شويه ديال الزبده، وكذلك نرش ديك الفينو وغنشكلو هكا، ولكن يدي تكون مرخوفه، يعني ما تزيروش اليد ديالكم هنايا، خاصه فهاد الاولى يدكم تكون مرخوفه شويه باش تطوع معكم العجينه دغيا، باش ما تاخذلكمش الوقت بزاف ملي تكون كترتاح. رجعت للشريط الثاني حتى هو كنطلقو واحد شويه،
وغادي نوضع فيه ديك الشريط الاول، ديك الاولى اللي لويناها غادي نوضعها فيه، وغادي نكمل نلوي. يعني نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو توصلوا ليه، بغيتو مخيمرات صغار اولا كبار، بغيتو تكون هكا متوسطه ماشي كبار بحال درت انا، يعني ديروا غير جوج بحال هكا مع بعضياتهم. بغيتو حجم كبير هكاك ديروا ثلاثه بحال درت انا. هذا اخر شريط، يعني الثالث. هذا الثالث كنعطيه شويه ديال العرض، يعني ماشي الطول، كنعطيه شويه ديال العرض هكا باش يجيو هكا مع بعضياتهم. هو هذاك. وكنرش الزبده، راه غير شويه الزبده يعني ماشي بزاف. وكنوضع كذلك شويه ديال الفينو نرشو، وكنوضع ديك الجوج اللي لوينا مع بعضياتهم، وكنرجع نكمل بطريقه راه واضحه امامكم كيف ما كتشوفوا بلا ما نكثر عليكم الهضره بزاف. هاد الاطراف في الاخر كندخلهم هنايا مزيان باش ما يتحلوناش، يعني في ديك اخر تلويه اللي لوينا كندخلهم تما، وغادي نخليوه هنايا الحربول ديالنا كيرتاح، ضروري نخليوه يرتاح، لان الا قلبتو ديك الساعات ما غاديش تعطيني الطوع. خليه يرتاح هذيك شويه، عاد كنقلبو ونضغط عليه. صافي كملت ديك ثلاثه اللي بقاو لي بنفس الطريقه، كملتهم سرحتهم ورجعت المهم نفس الطريقه ديال المخمره الاولى اللي درنا. هذه يعني صافي الاخرى راهم دغيا كيتسالاو ما شاء الله، كيجيو ساهلين هكا. الطريقه هذه بعد المخامر هادو بحجم كبير كيجيو دغيا ساهلين، ما كياخذوش معنا الوقت طويل بحال ديك المخيمرات الصغار. هنا الاولى راه كانت ارتاحت هنا معايا شويه، انا غنقلبها هنا قدامكم. يعني كتخليوها ترتاح، تغطيوها بالبلاستيك وتخليوها ترتاح، عاد تقلبوها وتضغطوا عليها واحد شويه وخليوها مره اخرى ترتاح عاوتاني. انا نغطي عليهم مره على مره، غطيو باش ما يضربهمش الريح، باش ما ينشفوش من برا، باش يرتاحوا معنا دغيا. هنا خديت لاطه اللي غادي نطيبهم فيها، انا غنطيبهم في الفران ديال الغاز. انا خديت لاطه كبيره ودهنتها بالزيت ووضعتهم فيها وغطيتهم بالبلاستيك حتى طاعوا لي شويه. عاد بديت كنقرصهم هكا، كنضغط عليهم، يعني كندير بالتناوب، كنقرص هذه كنخليها عاوتاني ترتاح شويه وندوز للاخرى، وفي نفس الوقت عاوتاني نولي نرجع للاخرى. يعني المهم الطريقه راه واضحه امامكم. انا حسيت بهم باقي شويه هنا، ما بغيتش نضغط عليهم اكثر من القياس، رجعت غطيت عليهم شويه بالبلاستيك هكايا وخليتهم يعني غير واحد 5 دقائق ماشي بزاف، لان دابا الحال برد كيف ما كتلاحظوا. يعني ما بقاتش العجينه كطوع دغيا، ما كتساعدناش في الخدمه بحال الصيف، يعني انت كتخدمي فيها وهي كتخمر لك في اليد ديالك. وخاصه اللاطه بارده والرخامه بارده. انا خديت واحد الخرقه هنا راه تلقاو ديرتها تحت اللاطه، سخنتها هكا سخنتها غير فوق البوطه هكا، ووضعتها من تحت باش تعطيني شويه ديال السخانه وشويه ديال الدفا لديك اللاطه، ما تعطيني شويه ديال الدفاوه للعجينه باش ما تبقاش بارده وتساعدني هكا وتطلق معايا وتطوع. يعني هذيك فكره هكا، الا شفتوا العجينه ديالكم بردت او اللاطه بارده، مع حسب الجو دابا بارد وصافي. ونصيحه اخواتي، ما تقرصوهمش كثر من القياس، يعني خليهم شي شويه هكا منفوخين باش ما يجيوكمش رقاق بزاف، يعني بحال الملوي. هادو راه مخامر، خصهم يجيو شي شويه هكا عاليين شي شويه باش نبقاو محافظين على ديك التوراق اللي درنا من الداخل. انا الوجه ديالهم ما غادي ندهنوا لا بيض لا والو، نتوما حسب الرغبه ديالكم، بغيتو دهنوا بالبيض وتزينوا هكا بالجنجلان ولا شي حاجه، كيبقى حسب الذوق ديالكم. انا صافي خديت غير ديك شويه الزبده اللي بقات لي وشويه ديال الزيت، خلطتهم هكا مع بعضياتهم ودهنت لهم الوجه ديالهم وصافي. الفران عندي هنايا كيسخن، شعلته دابا كيسخن وغادي نخليهم يختمروا. غطيتهم بالبلاستيكه وخليتهم يختمروا. هنايا ما غاديش يختمروا يعني مده اللي طويله، واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه كيكونوا خماروا. انا هنا باش نسرع العمليه ديال التخمير كيف ما ذكرت معكم على حساب التصوير، يعني كنكون مضغوطه بالوقت. سخنت المقله الثقيله، سخنت المقله الثقيله هكا فوق البوطه وطفيت عليها وحطيت اللاطه فوق منها. يعني ضروري تطفيو عليها النار، تحطوا لاطه فوق منها، كيرجع هذاك السخانه كتدفي لنا ديك اللاطه وكتسخن اخواتي ديك العجينه وكتختمر معنا بسرعه. انا كنوريكم هنا الطريقه ديال الطياب. طيبت من الفرن ديال الغاز، فرن تيفولي، النار شاعله من تحت ومن فوق كيف ما شفتوا معايا. من تحت كتكون العافيه مجهده والفران كيكون سخون مزيان في الاول، كتكون العافيه مجهده من تحت، ومن فوق اخواتي كتكون النار قليله باش كيتحمروا على خاطرهم وكياخذوا ديك اللون الذهبي. صافي حتى طابوا، عاد خرجتهم وحطيتهم في واحد المنديل بطبيعه الحال باش ما يعرقوش لا فشي شبكه. كنتمنى تكون واضحه عندكم الصوره. كيف ما كتشوفوا راه كيجيو رائعين ما شاء الله، كيجيو شهوه منهم، كيجي لا اللون ديالهم ولا المذاق ديالهم، كيجيو مورقين من داخل. وديك التقرميشه اللي فيهم يا سلام تبارك الله، مع شي برد ديال اتاي يعني ما تشبعوش منهم. اكيد غادي يعجبوكم. وكيفكرونا هادو تبارك الله كيفكرونا بالمخامر اللي كيوجدوا الامهات ديالنا والجدات ديالنا، وخاصه ملي كنا كنديهم الفران ديال الحومه، يعني ماشي الفران ديال الغاز، كانوا كيجيو رائعين ما شاء الله. كنتمنى اخواتي تجربوهم، راه كيجيو لذاذ لذاذ بزاف ودغيا كيوجدوا. والله صدقوني ما كياخذوش وقت طويل، غير زعما وجربوهم ان شاء الله غادي ينفعوكم في هذا البرد مع وليداتكم، مع شي جميله ديال الحريره ولا مع شي براد ديال اتاي.
كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على حسن المتابعه، والى وصفه قادمه باذن الله.